مرحبا بكم بمطبخ منال الحلبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي؟ يعطيكم عافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بتمنى ينال إعجابكم. طبعا اليوم الفيديو رح أعمل لكم رولات المسخن الفلسطيني باللحمة. ماشي أخواتي؟ طبعا أول شيء بتمنى تحطوا لي لايك وشير، تشتركوا بقناتي وتفعلوا لي جرس التنبيهات مشان اوصلكم فيديوهاتي اخواتي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم رح نبلش معاكم طريقه كثير سهله وما بدها اشياء مواد. عندي هون ربع كيلو لحمه، بدهم 4 بصلات كبار، وعندي سماق. اهم شيء بالاكله المسخن لازم يكون السماق كثير. السماق طبعا انا هون حاطه معلقتين كبار سماق. عندنا هون معلقه صغيره ملح، وعندنا هون دبس رمان، عندنا طبعا شوي صغيرة. دبس رمان بيعطيه حموضة وهيك طعم كتير رائع. عندنا ربع كاسة دبس رمان بهالشكل هذا. ماشي اخواتي؟ هلا اول شي رح نبلش، رح نحط معلقة طبعا سمنة اخواتي. هلا عندنا طبعا مثل ما قلت لكم طبعا الرولات رح نعملهم بالخبز الصاج. خبز طبعا هذا موجود بالماركتات، ماركة البيم وبأي ماركة. أول شي رح نفرم البصلات بهالشكل هذا. هلا رح أفرمهم وأرجع لكم لأنه صوت المكنة مزعج. هلا أخواتي أنا هلا هيك خلصت طبعا ما شاء الله. شوفوا الفرم ما شاء الله. هلا نحن بدنا نحط الطنجرة على النار ونقلي البصلات اخواتي. هلا هيك رح نشغل الغاز. ماشي؟ هلا طبعا مو على نار حامية كتير، على نار عادية. هلا رح نحط البصلات. شوفوا ما شاء الله الفرم لا هو كبير ولا هو صغير، متوسط بهالشكل هذا. هلا رح نقليهم سوا. هلا هيك قليناه شوي صغيرة ورح نحط السماق. مثل ما قلت لكم بس وقت تكتروا السماق كل ما كترتوا بيكون اطيب. هو المسخن الفلسطيني بحطوا له سماق كتير، ومثل عنا الملح ضروري طبعا. هلا رح نحط دبس الرمان كمان قلت لكم شوي صغيره، ربع الكاسه. هلا بهالشكل هاد. هلا حطينا دبس الرمان والسماق والملح بس، ما بده شي. وهلا رح نحط بعد ما تقلوا شوي صغيرة رح نحط اللحمات. هلا اخواتي انا هلا هيك خلصته. طبعا ما بده تقلاي بس مشان اللحمة. هلا رح نبرده، رح نفضيه ونبرده شوي صغيرة. شوفوا شلون تصير اللحمة لونها احمر. هلا رح نبرده شوي صغيرة مشان نقدر نرفون رولات. شوفوا ما شاء الله. هلا رح نقسمه بهالشكل هاد على قسم. هلا هيك رح نقسمه بهالشكل هذا بالكمية هاي. هلا رح نحطه هيك مثل لفات. لا هلا هيك لفات الرول بهالشكل هذا رح نلفهم. وهلا طبعا رح اعلمكم طريقة الشوي على المقلاي مع شوية زيت زيتون. شوفوا اخواتي مثل ما قلت لكم الخبز رح تقسموه بالنص. رح نحط الكمية شي 3 معالق صغار من اللحمة بهالشكل هذا. هلا رح نلفهم هاللفة الصغيرة مشان ما يطلعوا اللحمات لأنه ناعمات هيك. إن شاء الله جربوها واعملوا نفس الطريقة، وكل ما كترتوا لها سماق بتصير أطيب وأطيب. هلا رح أسوي أنا معكم هالوحدة كمان ورح أرجع أكفي الباقي لحالي لانه بدهم وقت مشان ما اطول عليكم الفيديو. ماشي اخواتي؟ رح ارجع لكم على الشوي بس اخلص لف الرولات بهالشكل هاد. شوفوا مثل ما قلت لكم لفوها على النص بهالشكل هاد مرة مرتين. شوفوا حتى مسكرة ما شاء الله اخواتي. انا هلا هيك الرولات طبعا خلصتهم. هلا هيك الرولات خلصتهم معاكم. هلا رح اشويهم. حطينا هلا هيك المقلاي، حطينا طبعا زيت زيتون، حطينا زيت زيتون شوي صغيرة. بالشكل هاد ما شاء الله.
شوفوا اختي بهالشكل هذا انا حط لهم زيت زيتون عشان يعطيهم طعم وطراوه. ما شاء الله. شوفوا اختي الشكل، هذا الشكل كأنك حاطيهم بالشواي بهالشكل هذا. ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله اخواتي كيف الشوي، كيف ما شاء الله كأنه جاهز كله بهالشكل هذا. ما شاء الله. شوفوا اخواتي، واو. اخواتي هلا هيك شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ابدا تقولوا كأنه جاهز. طبعا شغل البيت بضل انظف وارتب يعني بشكل عام، اكيد مو اريح بس انه بضل الواحد بيعرف شغل بيته. هلا حفرجيكم الداخل ما شاء الله، حتى شوفوا القرمشة هالشكل هذا ما شاء الله. شوفوا هيك هاللحمات ما شاء الله اخواتي. هلا هيك ما شاء الله، هاي بفرجيكم الثانية كلهم ما شاء الله بالطعم ما شاء الله. هلا انا هيك خلصت معاكم، صحة والف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي.